بهلول مين؟ انا لا زي ما انت خليك. تعال تفضل تعال اقعد تعال. ايه امال ليه الفكر بينا يا عم؟ والله جاي اشوف الموضوع بتاع ابوي ده. والله الموضوع ده مش عارف ابوي مقتول ولا ميت موتة ربنا ولا ايه ايه الحكايه. اللي جايب زعبيبك دي يا عم؟ لما جاي اشوف الموضوع ده. يا عم لا يا عم فيش حاجه حصلت من الكلام ده. ازاي يعني؟ لو امال ابوي مات ازاي؟ قول لي. فتحش في الله في قديم. ما لازم افتح في القديم، انا مش عارف امشي وسط البلد، الناس كانت وشي. ببيوت يا واد. الناس كانت وشي. هو مش سايب لك هو مش سايب لك هو سايب يا عم وسايب خير كثير الراجل، بس خلاص مش يا عارف عم. مات عيش ازاي. يا عم. افرض كان طار يا عم عيش يا عم. والناس عارفه وساكته وما حدش راضي يتكلم. الحي ابقى من الميت. عيش حياتك لسه صغير روح اتجوز وابني برضه مش وعمر. هسكت لما اعرف ابوي مات ازاي. سالت الناس كله قال ايه الحوار عند بهلول. الحوار عندك عن بهلول؟ لا يا عم مش عندي حاجه يا عم. امال عند مين؟ يا ولدي تخربش البيوت يا ولدي. عم مش هخرب البيوت، قول لي الموضوع ده عند مين؟ ابوي مات ازاي؟ انا اقول لك امر الله بس قول. علشان ما تجيش سيرتي في حاجه. ماشي. حاج ضن. الحاج ضان هو اللي مع الموضوع؟ ايوه هو الحاج ضن. خلاص انا اشوف الحاج ضان. متاكد؟ ايوه متاكد انا بس ما تقولش لي الحاج ضن يا حاجه. انا قلت لك. ازاي يعني؟ مش انت اللي هتقول الحاج ضاني؟ ايوه بس ما تقولش ليه. ما كده الحاج ضن هيمسك فينا. لا حسيتك تكذب. يا عم اصلا الموضوع عندك انت وانت مش راضي تقول. لا يا عم مش عندنا. اقول لك هو وابوك حاج ضن وابوك من زمان مع بعض. خلاص انا اشوف الحاج ضاني. بس ما تقولش ليه بهلول قال لك. خلاص مش هقول له انا اوقع الحاج ضاني في الكلام. وقعوا براحتك بس المهم ما تخليش الضاني عشان الضاني لو سمع الحاج ضاني هيجي يمسك فينا. لا مش هيعرف. خوفش. سلام. سلام براحتك. يا مصطفى عايز ايه ولد اخوي؟ ايوه دي واقف انا في المفارق داخل علي. طب تعالى يا ولد مستنيك ادي واقف. سلام. عايز ايه مصطفى؟ امال مستنيه قال لي داخل عليك واديني مستنيه. راح فين الحزين ده؟ ايه يا مصطفى راجع تقول قلت لي داخل عليك خليك استنيتك. في ايه؟ الواد حسن ده كل ما قابل واحد هيجيب هيدور على عمك الدار هيدور على عمك الدار. في حاجه واحد ما يقبلش. حسن؟ طب ودور علي ليه حسن من ساعه ما ابوه راح لقعد مولاه ما شفتوش تاني؟ مش عارف انا لقيته طالع من عند بهلول في الزرعه. بهلول؟ اه. خلاص يا مصطفى. في حاجه؟ لا مفيش حاجه. روح ما تحكيش معاه تاني سيبه. ماشي. عايز حاجه؟ حبيبي يا مصطفى تبقى وقعتك سودة يا بهلول لو كنت قلت له على السر. الواد بعد 12 سنه جاي يدور. يا بهلول لو خانك عقلك وقلت له على اللي حصل. ماشي يا بهلول اشوفك يا بهلول. مين؟ مرحبا. اتفضل يا حاج. لا اتفضل لا تعضل. ليه ده انا جايك بكلمتين مفيش غيرهم. في ايه؟ كتر الكلام ما ينفعش يا عم بهلول. تمام. ايه اللي قال له الحسن؟ ما قلتش لي حاجه انا. امال عدو عليه ويعرف عليه في البلد كلها ليه؟ ده جاني يقول لي مين قتل ابويا وابويا مات مقتول وكم ده. قلت ما اعرفش حاجه. وانت ما تعرفش ان لو عرف السر بتاع موتة ابوه البلد كلها هتولع؟ انا قلت له بلاش ده كده هيبقى فيه خراب بيوت. هيبقى فيه خراب بيوت يا عم بهلول انت عارف. قلت له عيش حياتك. يعيش حياته. الواد مش هيخلي محل في البلد فاتح. الواد هيدقدق المحلات كلها هيولع في البلد. يعني انت عايزني اقول له على السر؟ بعته تقول لي محدش عارف السر غير الحاج ضاني؟ ما قلتش دي كده انا. امال ايه؟ امال هيدور عليه ليه الواد؟ هو عارف وحده. يا خراب البيوت. عارف وحده. سلم ربنا. سلم ربنا يا بهلول عشان تتبسط. انت عايز تشوف البلد مولع نار وانا هخليك تشوفها يا بهلول. وعلي الطلاق بالثلاثه. ان قلت لي اول النغله تاكلك انت وبيتك يا بهلول. وبعدين جيت لك عشان تاني مره تعرفش تكتم السر في بطنك. سلام. يا بهلول يا بهلول يا ما تحفظش السر ابدا. برضه ما تحفظش السر يا بهلول. عم الضاني. بص يا عم الضاني. ايه يا حسن اقعد يا حسن لفيت على البلد دي حالك. كلها. ايوه خن ما خلتش حد. كل تمام. ما اروح لواحد اقول له ابوي مات ازاي؟ قول الحل عند عمك الضاني. لفيت عليك الدنيا كلها. ان الاقيك لقيت شيء غير مني.
يا حسن ليه وانت هتقلب ليه في الدفاتر القديمه يا حسن؟ لازم اعرف ابوي مات ازاي. انا امشي في البلد والناس تشاور علي وتتودود. يا ولد ابوك ميت لي 12 سنه، جاي تدور لازم أعرف دلوقتي؟ الموضوع ده يا عم الضاني. قول لي ابوي مات ازاي عشان ارتاح ونفسيتي ترتاح. ما تغصبش عليا يا حسن في الموضوع ده. زي بعضه. لازم انت اللي عندك السر. انا اللي عندي السر؟ وانت عايز ترتاح يا ولدي؟ وانا ما ضمنش عمري، وهقول لك على السر اللي محير 12 سنه. كفايه انا شايله في بطني لي 12 سنه. بص يا ولدي، عشان ترتاح وترتاح نفسيتك، ماشي، عشان انت قلبت المواجع. ماشي. ابوك كان عز اصحابي، انا عارف اللي هو عز، المصيبه اللي هو عز اصحابه. ويوم ما توفى كان قاعد معاي، قبلها ب10 دقائق كان قاعد معاي. بس طبعا طبعا عملت له ايه بعد كده؟ عملتش يا ولدي، جاني قال لي جعان، قلت له حاضر. وكلته طبعا، رحت ايه؟ لا لا يا ولدي، يبقى موصل لك المعلومه غلط. امال ايه؟ قلت له عايز تاكل ايه؟ ابو صاحبه قال لي اي حاجه ناكلوها احنا في الزرعه كده كده، وناكل لنا ايه؟ قطايه وحته جبنه. ماشي. رحت انا بعد جبت علبه جبنه، ماشي، يا دوب فتحتها وكل لقمتين منها. ترى الدكتور منبه عليه ما ياكلش الجبنه وهو طفس. راح مكتر في الجبنه يا ولدي، راح لطعت مولاه. موت الجبنه؟ موت الجبنه يا ولد، ما حدش موته. لا انتوا يا جماعه نايم تستاهلوا يجرى لكم. روح يا ولدي ما تدورش، لو عاوز تارك ابغى تاخذ، خد تارك من الجبنه، قوم. اخطر من جوع، جعانين. الله يرحمه، الله يرحمه، كان نفس بس كان حبيبي.